عارفين حبة الرز اللي بايتين في التلاجة من امبارح؟ بلاش ترموهم. تعالوا اقولكوا ازاي نستخدم الرز البايت بدل ما نرميه او ناكله بايت، وناس كتير قوي ما بتحبش تاكله بايت. عاوزة اقولكم ان بعد كده مفيش رزاية هتترمي، هنعمل بيه احلى حاجة حلوة في الحياة. نص لتر لبن على حوالي كوباية ونص من الرز المستوي البايت، هنعمل بيه احلى رز بلبن كلتوه في حياتكم، كريمي ورهيب خطير زي ما انتوا شايفين كده. كوباية ونص من الرز اللي هو البايت زي ما انتوا شايفين، حطيت عليه نص لتر من الحليب نقعته حوالي نص ساعة، بعدها حطيت عليه مية مغلية حوالي لتر، وبعدين رفعتهم على النار، سبتهم على مهلهم خالص لغاية ما الرز تحسوه بقى دايب معاكوا وكريمي خالص. بولة تانية بقى حطيت فيهم حوالي لتر من الحليب، 7 معالق نشا، لبن بودر، فانيليا، كوباية من السكر، وقلبت ده كله كويس. وبعد كده نزلت على الرز معانا اللي كان على النار، عايزه اقول لكم خطير كريمي وطعمه غني جدا، مش قادره اقول لكم. هنفضل نقلبه على النار شويه كده لغايه ما تحسوا ان القوام بتاعه تقل شويه. لو لقيتوه تقيل قوي ممكن نخففه بشويه لبن، وبعدين سبته يهدى شويه وصبيته في الاطباق بتاعتي، سبتها تبرد تماما بره التلاجة، وبعد كده ندخلها التلاجة وناكله بقى ساقع وبالهنا والشفا. على الوش شويه مكسرات. قولولي جربتوا الفكره دي قبل كده ولا لا؟ باي.